منذ أن رمت الحكومة بملف الاستثمار في 2015 في مرمى الولاة ومدراء الصناعة والاستثمار، حددت مدة 8 أيام لاعتماد أي مشروع جاد فيه إنتاج، فيه قيمة مضافة وتوفير لمناصب الشغل. خطاب جديد ترجمته على الأرض عشرات المشاريع المعتمدة هنا في توغورت، المؤهلة تنمويا بفضل ما تتوفر عليه من عقار، من مطار وخط للسكة الحديدية، عوامل جعلت من هذه الولاية المنتدبة قطبا صناعيا بامتياز. La fabrication de supports métalliques, de la charpente, des accessoires de ligne électrique, où on fait de la galvanisation pour l'entreprise et pour les entreprises externes على المؤسسات. دخل رسميا دخل في الإنجاز في 3 جانفي 2016. عدنا نلقوا تسهيلات في الإدارة، ما تعطلش ثم ناخذ صوالحنا. في بلدية المقارين ينجز في منطقة النشاط بها أكبر مشروع صناعي فلاحي على مساحة 40 هكتار، عبارة عن بيوت بلاستيكية لإنتاج نوع خاص من الطماطم ووحدات للمعالجة، إنتاج سيخصص جله للتصدير بالشراكة مع الإسبان. تجربة أولى في الإنتاج، في المعالجة، في السقي، والحديث عن 400 منصب شغل في الأفق. هذه تجربة نموذجية على مستوى الوطن، وإن شاء الله تكون يعني مشروع ناجح ويكون يقتديوا به إن شاء الله في المستقبل حتى المستثمرين الخواص. الطماطم اللي نحن نستعملوها هي طماطم صغيرة الحجم، تشبه الفراولة، لا طوماط سيريز، تسوق على مستوى أوروبا والخارج وتباع بأثمان باهظة. نحاولوا أن نغطيو النقص اللي موجود على مستوى السوق المحلية، وممتور أنا رايحين نركزوا على التسويق الخارجي. يعتبر إضافات لهذه البلدية، الإضافات لجانب البلدية، لأن من الناحية الاقتصادية، من الناحية المداخيل لهذه البلدية، لأن المداخيل البلدية ناقصة. فيه مناصب شغل وفيه شيء إضافي، مداخيل وفيه ذاك، فيه نحى هذا الطابع هذا، والله هذا الصفة تاع أننا هذه المناطق صحراوية ما فيها والو، فيها أراضي، فيها مياه، فيها بإمكانية استثمار فلاحية، وفيه هذا المشروع فهو انطلاقة لمستثمرين آخرين. 95% بلغت نسبة الأشغال في هذا المشروع الذي سيدخل الاستغلال في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وسيكون القاطرة لاستثمارات جديدة.